حاتم الطائي من شعراء العرب الجاهليين، واللي عرف بفطرته السليمة الخيرة اللي تتصف بالفضائل الحميدة، وهذا يخليه موضع احترام الناس ومحبتهم في العصر الجاهلي. ولما جاء الإسلام شهد له بهذه الفضائل وأقرها، وخلاه يحظى بالذكر الطيب والسيرة الحسنة، فكان مثالا للابن الصالح والأخ الجيد والصاحب الوفي والجار الحسن. وتمثلت هذه الفضائل في صفات كثيرة، كان منها نصرة الضعيف ومساعدة الفقير وإطلاق سراح الأسير والتفريج عن كربته والالتزام بالعهد وصون الأهل والدفاع عن حرماتهم وأعراضهم ومراعاة حرمة الجار. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس. جسد حاتم الطائي هذه الأخلاق اللي كان يتحلى فيها عن طريق القصائد الشعرية اللي زخر فيها بديوانه بصور مختلفة ونماذج بلاغية كثيرة. حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرؤ القيس بن عدي بن أقزم بن أبي أخزم، وكان يسمى كذلك هزومة بن ربيعة بن جرول بن تعل بن عمرو بن الغوث بن طيء. ورد عن يعقوب بن السكيت إنه سمي بهذا الاسم لأنه شجة أو شجة، وإنه جده الأكبر طيء كان اسمه جلهمة بن أدر بن زيد بن جشب بن يعرب بن قحطان. سمي بهذا الاسم لأنه كان أول من طوى المناهل، والمناهل هي اسم مكان مورد المياه وكذلك موضع شرب على الطريق. كان حاتم الطائي يكنى بكنيتين، أبو سفانة تيمنا باسم بنت سفانة اللي كانت أكبر أولاده، أما كنية الثانية فكانت أبا عدي نسبة لابن عدي. شهدا عدي وسفان الإسلام وأسلما. كان مولد حاتم الطائي في العصر الجاهلي قبل ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان معروف العام اللي انولد فيه. تسكن قبيلته طيء في مكان يقال له تنغى، وهو عبارة عن مورد مائي مكانه في وادي حائل الممتد من الجهة الشرقية الشمالية من جبل أجة. ونشأ حاتم الطائي برعاية والدته اللي كان اسمها عتبة ابنة عفيف بن عمرو بن امرؤ القيس بن عدي بن أخزم، وقيل إنها كانت ميسورة الحال. ورث حاتم عنها السخاء المفرط اللي عرفت فيه، فكان حالها كحال ولدها حاتم، ما تدخر مالا ولا ترد محتاج. ورث حاتم الطائي العزة والإباء والشهامة من أبوه اللي عرف بنسبه وأصله الرفيع اللي كان موصولا بيعرب بن قحطان. أما خواله ورث عنهم حب العطاء والسخاء، كان ينحر كل يوم في شهر رجب اللي كان العرب في الجاهلية يعظمونه عشرات من الإبل عشان يطعم فيها الناس اللي تجيله. وكان منهم الشاعران الخطيئة وبشر بن أبي حازم. أكدت روايات المؤرخين وأخبار العرب الأثر الكبير لأخواله وأمه في طبعه وأخلاقه. فسيرة أم حاتم في الكرم والسخاء تشبه إلى حد كبير سيرة ولدها وسيرة ابنة سفانة، فعرف عنها إنها كانت معروفة بالغنى ويسر الحال، واشتهرت بين الناس بالسخاء وكرمها بكل ما تملك، وإنها كانت ما ترد محتاج. ويقال إنه أخواتها لما لقوها على هذا الحال خافوا على ضياع ثروتها بسبب الإسراف، فحجزوا على ثروتها وحبسوها في بيتها لعلها تتوقف عن هذا التبذير. وبعد إن مضى فترة من الزمن وظنوا إنها تركت طبعها أعطوها قطيع من الإبل. ولما جاتها امرأة من هوازن كانت تجيها كل سنة تطلب حاجتها، حتى غلب عليها طبعها السخي وإحساسها بالجوع اللي عاشته لما حبسوها ومنعوا عنها مالها، فجادت عليها بالإبل كلها. كان حاتم ظاهرة في الكرم العربي الأصيل ورمزا للعطاء والسخاء، وكان المثل الأعلى لمكارم الأخلاق. عشان كذا استحق من المؤرخين وكتاب التاريخ والدارسين إنه تبقى سيرته وأشعاره دائمة الذكر على ألسنة الأجيال وممتدة عبر الأزمان. ما كان كريم وجواد في ماله بس، كمان جسد كرمه في أخلاقه وسلوكه، فكان عفيف طاهر دائم الدعوة للفضائل والأخلاق اللي اتصف فيها، ومنها المروءة والشهامة ونجدة الملهوف. وكان محافظ على حسن الجوار مع جيرانه، ومحافظ كذلك على حرمة المرأة وكرامتها. ما كان يدق بابها في الليل وما يتسلل في الليل سرا، فكان كرمه بعيد عن رذائل الأمور وفواحش التبذير. وكان يشوف في أفعاله الكريمة عزاءه وراحته بعد موته، وهذا من خلال الذكر الحسن بين الناس. ومن الشيء اللي قاله
مخاطبا زوجة ماوية في هذا الشأن: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذ حجرشت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلج جوانبها غبر، وراحوا عجالا ينفضون أكفهم ويقولون قد دما أناملنا الحفر. ورد عن زوجة حاتم ماوية قصص كثيرة عن كرم زوجها، ومن هذه القصص لما طلب منها مرة الكلام عنه فأجابت إن كل أمره كان عجبا، وروت كيف إنهم مروا في سنة من السنين بقحط وجوع والناس ما لقت شي تاكله، جفت المراضع على أولادها وصارت الإبل هزيلة وضعيفة من الجوع، وفي ليلة باردة كثر بكاء الأطفال من الجوع، وما لقي حاتم وزوجته أي شيء من الأكل يسكتون جوعهم، وبعد كذا فرشوا قطيفة شامية عشان ينامون، وبعد ما عدى الوقت من الليل يسمعون جارتهم تصيح بأعلى صوتها وتستنجد بحاتم عشان يأكل عيالها اللي يبكون من شدة الجوع. قال لها حاتم إنه تجيب عيالها عنده. في هذا الوقت قامت النوار من فراشها تلومه وتذكره ببكاء عيالها بسبب الجوع الشديد وإنه ما لقى شيء عنده يأكلهم، فكيف طلب من جارتهم تجيب عيالها وهو ما عنده شيء يأكلهم فيه؟ طلب منها إنها تسكت ووعدها بالأكل لعيال جارته وعيالها. وبعد كذا جات الحرمة ومعاها عيالها، فقام حاتم الطائي لفرسه فذبحها وأوقد النار وأعد الأكل، والتفت للحرمة وأعطاها اللي تحتاجه من أكل لها ولعيالها، وأطعم أهل بيته، وبعدها أخذ ينادي على من حوله من الناس عشان يعطيهم، فالتفوا حوله وقام يأكلهم، ثم عدل جلسته وارتاح وصار يطالع فيهم من غير ياكل أي شيء من ذبيحته. ملامح من شخصيته: كان حاتم الطائي من الشعراء العرب المشهورين بالكرم والجود، اجتمعت في شخصيته الخصال الحميدة اللي خلته يحتل مكانة مرموقة بين العرب، فكان صادق في أقواله وأفعاله، شديد في بطشه وقتاله في ساحات القتال، كانت له الغلبة والنصر على من يبارزه، وكان معطاء ما يرد سائل ولا محروم، وعرف عنه إنه كان يطلق سراح كل شخص يكون تحت أسره، ودايم يحتل المركز الأول في سباق الخيول وفي ضرب القداح، وياخذ عهد على نفسه إنه مستحيل يقتل أحد في شهر رجب، وهو الشهر اللي كانت الناس تعظمه في العصر الجاهلي، وكان من شدة جوده وكرمه يذبح كل يوم من هذا الشهر 10 من الإبل ويطعم لحمها للناس. وكان من ضمن الحضور ويشهدون على هذا الكلام الشاعران الخطيئة وبشر بن أبي خازم. أتزوج حاتم الطائي مرتين في حياته، الأولى من امرأة تدعى نوار، أما زوجته الثانية فكانت ماوية بنت عفزر، وكانت ملكة من ملكات الحيرة تقرر الزواج باللي تبغاه من الرجال. أتقدم لخطبتها 3 من الشعراء وهم حاتم الطائي والنابغة الذبياني والنبيتي، فطلبت منهم ماوية يرجعون لرحالهم، وأنه يقوم كل واحد منهم بنظم أبيات من الشعر يبين فيها أفعاله ومكانته بين قومه، وإنها تنوي الزواج بأفضلهم شعراً وأكثرهم كرماً. ولما خرجوا من عندها ذبح كل واحد منهم بعير سمين. بعد كذا لحقتهم ماوية وغيرت هيئتها وشكلها وتنكرت بزي خادمة عندها، وخلت نفسها سائلة تطلب الأكل، فبدأت بالشاعر النبيتي تسأله شيء من ذبيحته فأعطاها الرديء منها، وكرر معاها نفس الشيء الشاعر النابغة. ولما وصلت عند حاتم سألته أنه يجود عليها من ذبيحته فأعطاها جزء من أفضل ما عنده. خرجت من عندهم راجعة لخيمتها وأرسلت إنهم يجون، ولما حضروا طلبت منهم إلقاء الشعر اللي نظموه، وبعد كذا طلبت تقديم الأكل للشعراء ال3 بعد ما اتفقت مع جارية لها إنها تقدم لكل شاعر الأكل اللي أعطاها. ولما شاف النابغة والنبيت الأكل حسوا بالخجل من اللي سووه وطلعوا مستعجلين برا المكان. وهنا قالت ماوية الحاتم إنه أكرمهم عشان كذا راح تتزوجوا بشرط إنه يطلق زوجته، وهنا حاتم رفض تماما، ولكن بعد وفاة زوجته أتزوجته ورزق منها ولده عدي. بعد كذا ماوية أعلنت الطلاق على حاتم بعد فترة لما خافت من تبذيره الزايد في إكرام الناس وعدم انتباهه لعياله ومستقبلهم، وما قدرت محاولاتها في تعديل اللي في راسه من الإفراط الزايد
وكان قرار ماوية بالانفصال عن حاتم بتحريض من ابن عمه مالك اللي وعدها بالزواج منها إذا انفصلت عن حاتم، على وعد منه إنه يقوم بتأمين اللي يلزمها ويلزم عيالها. وكانت النساء في الجاهلية إذا قرروا عزموا على تطليق أزواجهم يقوموا بتغيير جهة الخباء اللي يسكن فيه، فإذا كان من الجهة الشرقية يغيرونه للجهة الغربية، وإذا كان من الجهة اليمين يحولونه جهة بلاد الشام. ولما يلاحظ الزوج هذا الشيء يعرف إنه زوجته خلاص طلقته، فما يقترب من مخبأها. وللتوضيح معنى كلمة بتغيير جهة الخباء تفسيرها في معجم المعاني الجامع أي خبأت وجهها بحجاب، وهذا اللي صار مع حاتم الطائي وزوجته ماوية. ويقال إنه حاتم رزق منها ولده عدي، وذكرت مصادر ثانية إنه أولاده الثلاثة وهم عدي وعبد الله وسفانة من زوجته النوار. وبعد كذا تعاقب نسل حاتم بعده، رزق ابنه عبد الله بالبنين، أما عدي ما جاء رزق بأحد من الذكور. نظم حاتم الطائي الكثير من القصائد الشعرية اللي جمعها في ديوان شعري واحد جسد فيها الصفات الحميدة والأعمال الفاضلة اللي كان يقوم فيها ودعوته الدائمة إلى مكارم الأخلاق، وما قدر أحد حتى زوجته من منعه. وجاءت هذه الأشعار معبرة بصورة صادقة عن نفسه وأحاسيسه وشعوره وفكره ومزاجه وحياته، وما مر فيه كذلك من تجارب وأحداث. وتميزت هذه الأشعار بالسمات التعبيرية والخصائص الأسلوبية وبالكثير من الصور البلاغية اللي أحسن استخدامها بصورة تخدم الأشعار وتبرز جمالها، بعد ما نجح في اختيار الألفاظ والتراكيب السهلة البسيطة والمعاني الواضحة البعيدة عن التعقيد، واللي مكنت الشاعر من إيصال المعنى اللي يقصده للقارئ والناقد. جات ألفاظ شعره سهلة رقيقة بأسلوب محكم ومترابط، قدر عن طريقها تحقيق الغرض السامي اللي قيلت من أجله هذه الأشعار، على خلاف ما نعرفه عن شعراء العصر الجاهلي. ورد عن بعض الدارسين أقوال كثيرة عن شعر حاتم اللي عرف بفصاحة الألفاظ وسهولة التراكيب والبعيد كل البعد عن الغريب من الكلام. وأكد الكثير منهم إنه شعره جاء عفوي بسيط صادق مثل شخصيته، مثل شعره الواقع الحقيقي اللي كان يعيشه، ووصفا لبيئته اللي اتصفت بالقساوة والبؤس وصعوبة العيش في الوقت اللي كان فيه خلق الكرم من أنبل الأخلاق مثل الشجاعة والمروءة والنجدة. يعتبر حاتم الطائي من الشعراء اللي ما وصل لنا الكثير من شعرهم، ويعود السبب إلى فقد الكثير منه وبقاء القليل منه. نظم حاتم الطائي شعره في مختلف الأغراض الشعرية المعروفة، على سبيل المثال الفخر، وهو من أكثر الأغراض الشعرية اللي قال فيها حاتم الطائي الشعر، فكان يفتخر بكرمه وشجاعته وعفته. ومن الأمثلة على هذا لما قال بعد ما تركوا جده سعد بن الحشرج في بيته، فنظم أبيات من الشعر قائلا: وإني لعف الفقر مشترك الغنى، وودك شكل لا يوافقه شكلي، وشكلي شكل لا يقوم لمثله، من الناس إلا كل ذي نيقة مثلي، ولي نيقة في المجد والبذل لم تكن تأنقها فيما مضى أحد قبلي، وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي فأستغني بما كان من فضلي. أما في الحماسة نظم حاتم الطائي الكثير من الشعر: أغزو بني ثعل فالغزو حظكم، عدو الرواب ولا تبكوا لمن نكل، ويهم فداؤكم أمي وما ولدت، حاموا على مجدكم وإكفوا من اتكلا. بالنسبة للحكمة كان لحاتم الطائي اهتمام في كتابة قصائد النثر اللي تميزت بالحكمة، وكان منها: فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلفي لك الدهر مكرما، أهن للذي تهوى التلاد فإنه إذا مت كان المال نهبا مقسما، ولا تشقين فيه فيسعد وارث به حين تخشى أغبر اللون مظلما. كان لحاتم أبيات من الشعر في المدح ولكن قليلة، ومنها كان يمدح فيها قبيلة بدر اللي تقع قريب من منطقة المدينة المنورة، وكان يقول فيها: إن كنت كارهة معيشتنا هاتي فحلي في بني بدر، جاورتهم زمن الفساد فنعمة
الحي في العوصاء واليسر. ذم الطائي أصحاب الصفات السيئة، ومن هذه الأشعار: لحى الله صعلوكا مناه وهمه، من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، ينام الضحى حتى إذا ليله استوى، تنبه مثلوج الفؤاد مورما. في وفاة حاتم الطائي ذكر المؤرخون إنه حاتم توفى بعد ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ب8 سنوات، وظهر قولين اثنين اختلفوا مع هذا القول. ذكر القول الأول إن حاتم توفى سنة 506 ميلادي، بينما ورد عن القول الثاني إنه حاتم أتوفى في عام 575 ميلادي، وتم دفنه في منطقة جبلية تدعى عوارض تقع في بلاد طيء، بعد ما عاش تقريبا 60 سنة. وعاصر في حياته كل من الشعراء النابغة وعبيد بن الأبرص وبشر بن أبي حازم. تم الاعتماد في أخذ المصادر من ديوان حاتم الطائي، شرح أبي صالح بن مدرك الطائي، كذلك أسر حاتم الطائي المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، كذلك الجزء المتمم لطبقات ابن سعد، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. كونوا بخير، في أمان الله.